ازيك يا مستر عامل ايه؟ الحمد لله يا تيمو، وانت عامل ايه؟ ازيك يا مستر عامل ايه؟ الحمد لله يا تيمو، وانت عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا مستر. طب يلا بقى نشوف الدرس الجديد. عارف اسمه ايه؟ ايوه طبعا، الدولة الأموية. ده درس سهل خالص، يلا بينا نفهمه. بس هنقول لاصحابنا ايه في الاول؟ يلا نبدأ ونقول بسم الله. عارف اخر حاجة خدناها في تاريخ الترم الاول كانت ايه يا تيمو؟ ايوه يا مستر، الخلفاء الراشدين. طب فاكر اسماء الخلفاء الراشدين كانت ايه؟ ايوه طبعا، ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، خليفة عثمان بن عفان، وكمان اخرهم علي بن ابي طالب. طيب عارف بقى ايه اللي حصل بعد استشهاد الخليفة علي بن ابي طالب؟ لا مش عارف يا مستر وعايزك تقولي. اهو ده بقى درسنا. بعد استشهاد الخليفة علي بن ابي طالب جه واحد اسمه معاوية ابن ابي سفيان يحكم الدولة الاسلامية. وعشان معاوية ابن ابي سفيان ده جده الكبير اسمه امية، اتسمت الدولة على اسمه، الدولة الاموية. يبقى تاني كده، بعد استشهاد الخليفة علي بن ابي طالب حكم الدولة الاسلامية واحد اسمه معاوية ابن ابي سفيان، ومعاوية جده الكبير اسمه أمية، فتسمت الدولة أموية، الدولة الأموية اللي هي عنوان درسنا. ايوه عشان كده اتسمت الدولة الأموية. انا كده فهمت يا مستر. الله ينور عليك يا تيمو، بالظبط كده. طب يا مستر، هي الدولة الأموية دي حكمت كام سنة؟ 91 سنة، يعني تقريبا قرن من الزمان. قرن؟ يعني ايه قرن ده يا مستر؟ القرن يا تيمو هو 100 سنة، كل 100 سنة بنقول عليهم قرن. والدولة الأموية حكمت 91 سنة، يعني ما يقرب من قرن، تقريبا قرن. يعني لو جه في السؤال قال لك الدولة الأموية حكمت ما يقرب من قرن نقول صح، ولو قال الدولة الأموية حكمت 91 سنة برضو نقول صح. طب طول ال 91 سنة يا مستر كان الخليفة معاوية بن أبي سفيان هو اللي بيحكم الدولة الأموية؟ أكيد لأ، حكم الدولة الأموية عدد كبير من الخلفاء، عددهم 14 خليفة. يبقى اللي حكم الدولة الأموية 14 خليفة خلال ال 91 سنة. طب يا مستر، طول ال 91 سنة كانوا الخلفاء اللي بيحكموا الدولة الأموية أقوياء كده وبيقدروا يحكموا كويس؟ أكيد لأ، الدولة الأموية تأسست في الشام، وطبعا في فترات كانت الدولة الأموية بتبقى قوية، وفي فترات تانية الدولة الأموية بتبقى ضعيفة. خلال الفترة القوية حكمها 4 خلفاء أقوياء، ودول اللي هندرسهم في الدرس بتاع النهاردة. أولهم الخليفة معاوية بن أبي سفيان، هو أول واحد هندرسه، وده حكم من سنة 41 لحد سنة 60 أكيد طبعا هجرية. طب إيه هي أهم حاجة عملها الخليفة معاوية بن أبي سفيان يا مستر؟ عمل حاجات كتير كويسة يا تيمو، أقول لك منهم شوية حاجات. أول حاجة إنه أعاد الاستقرار للدولة الأموية. أعاد الاستقرار للدولة الأموية يعني أنت عارف إنه بعد استشهاد الخليفة علي بن أبي طالب الدولة الإسلامية دخلت في فترة من فترات الفوضى، كان في فوضى شديدة قوي. هو بقى لما جه رجع الاستقرار للدولة الأموية، يعني رجعها تاني قوية. تاني حاجة عملها انه كان بيرعى مصالح الشعب، يعني بيشوف احتياجات الشعب ايه ويعملها لهم، ودي كانت حاجة مهمة جدا لشعب الدولة الإسلامية كلها. كمان أسس ديوان اسمه ديوان الخاتم. خاتم؟ ده زي اللي بنلبسه ده يا مستر؟ أكيد لا يا تيمو، مش كده. ديوان الخاتم، كلمة ديوان معناها وزارة، شبه الوزارات اللي موجودة النهاردة. ووزارة الخاتم أو ديوان الخاتم بقى إيه مسؤولة عن إيه؟ أقول لك دي مسؤولة عن إن هي تختم الرسائل اللي كان بيبعتها الخليفة عشان يمنع تزويرها. طب كانت تختم بإيه؟ كانت تختم بالشمع، يجيبوا حتة شمع يحطها على الجواب، وبعد كده الخليفة يختمها او الديوان ده يختمها عشان يمنع تزويرها. يبقى لو جالك سؤال بيقول بما تفسر انشئ ديوان الخاتم، نقول لحفظ مراسلات الخليفة بالشمع حتى يمنع تزويرها. تاني كده، لو قال
بما تفسر أنشئ ديوان الخاتم، تكون الإجابة ختم مراسلات الخليفة بالشمع حتى يمنع تزويرها. كمان يا تيمو بنى مدينة جديدة اسمها مدينة القيروان، ومدينة القيروان دي موجودة النهاردة في تونس، دولة تونس. كمان أسس ديوان اسمه ديوان الرسائل. وتاني كده هيعمل ايه بديوان الرسائل؟ اقول لك عشان لو الخليفة عايز يتواصل مع اي حد في الدولة الاسلامية يقدر. تقصد زي البريد بتاع النهاردة؟ ايوه بالظبط، الله ينور عليك. طب يا ترى يا مستر هو اهتم بالفتوحات الاسلامية زي الخلفاء الراشدين؟ ايوه طبعا، ده الدولة الاسلامية في عهده اتسعت اتساع كبير جدا، وصلت من حد المحيط الاطلنطي غربا لحد بلاد الهند على المحيط الهندي شرقا، وده معناها ان بقت دولة كبيرة جدا. كمان اهتم ببناء الاسطول ده اللي هو السفن الحربية يا مستر. الله ينور عليك، بالظبط كده. فعشان كده عمل عدد كبير من مصانع السفن، المكان اللي بتصنع فيه السفن عمله. كمان طور الموانئ البحرية. يعني ايه موانئ يا مستر؟ المينا ده المكان اللي بتقف فيه السفن. يعني دلوقتي لو جالك سؤال بيقول دلل، اهتم معاوية بن أبي سفيان بالأسطول والجيش، نقول ايه؟ أنشأ العديد من المصانع لبناء السفن، وكمان طور الموانئ البحرية، والموانئ دي هي المكان اللي بتقف فيه السفن. الله ينور عليك يا تيمو، بالظبط كده. تعال نقول بقى تاني أعماله من الأول، سهلة خالص. أول حاجة أعاد الاستقرار للدولة الإسلامية. تاني حاجة عملها إن هو كان بيرعى مصالح الشعب. تالت حاجة عملها إن هو أنشأ ديوان الخاتم، وده كان عشان يمنع تزوير الرسائل بتاعة الخليفة. كمان أنشأ ديوان الرسائل عشان يقدر يتواصل مع أي حد في الدولة الإسلامية. كمان اهتم بالفتوحات الإسلامية كمان، وطبعا الدولة الإسلامية اتسعت من المحيط الأطلنطي غربا لحد بلاد الهند على المحيط الهندي شرقا. كمان أنشأ مدينة القيروان. كمان بنقول عليه إنه هو المؤسس الأول، وحكم من سنة 41 لحد سنة 60 هجرية. كده خلصنا أول خليفة يا مستر، صح؟ أيوة بالظبط، كده خلصنا أول خليفة، ويلا ندخل في تاني خليفة اللي هو اسمه إيه بقى؟ عبد الملك بن مروان. وإحنا بنقول على الخليفة عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني. ليه بنقول عليه كده يا مستر؟ أقول لك لأن في بداية حكمه الدولة الإسلامية دخلت في حالة من حالات الفوضى الكبيرة جدا. طيب هو عمل إيه بقى؟ أقول لك إن هو رجع الاستقرار، قضى على الفوضى والمظاهرات وأعاد الاستقرار للدولة الإسلامية. طب يعني السؤال هيجي هنا إزاي يا مستر؟ بما تفسر يطلق على عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني، فتكون إجابتك عليا بتقول لأنه قضى على الفتن والثورات وأعاد الاستقرار للدولة الإسلامية. تاني لما أجي أقول لك بما تفسر يطلق على عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني، فتجاوبني وتقول لأنه قضى على الفتن والثورات وأعاد الاستقرار للدولة الإسلامية. يعني يا مستر دلوقتي المؤسس الأول هو معاوية بن أبي سفيان، والمؤسس الثاني هو عبد الملك بن مروان. الله ينور عليك يا تيم، وانت ممتاز شاطر جدا. طب وعمل ايه كمان يا مستر؟ عمل حاجة تانية اسمها عرب الدواوين. يعني ايه؟ اقول لك انه الدواوين كانت بتتكلم لغات غير عربية وبيكتبوا فيها بلغات غير عربية. هو قال ايه؟ طالما الدواوين دي جوه الدولة الإسلامية لازما يكتب ويسجل فيها كل حاجة باللغة العربية، فعشان كده بنقول ايه؟ عرب الدواوين، أي خلاها تتكلم باللغة العربية. كمان هو اللي سك أول عملة إسلامية. سك؟ يعني إيه سك ده يا مستر؟ أيوة سك. كلمة سك دي معناها إنه صنع العملة الإسلامية، والمكان اللي بتصنع فيه العملة بنقول إيه عليه؟ دار سك العملة. طب يعني ايه برضه؟ اقول لك انه قبل عبد الملك بن مروان كان العالم الاسلامي بيستخدم عملات غير عربية. يعني ايه؟ بيستخدم الدينار البيزنطي
او الدرهم الفارسي، ودي عملات مش عربية ومكتوب عليها بلغات غير عربية. طب هو عمل ايه بقى؟ عمل مكان عشان العملة تبقى عملة عربية مكتوب عليها باللغة العربية وليها طابع اسلامي، فعشان كده بنقول عليه ايه؟ سك العملة الاسلامية، يعني عمل العملة الاسلامية. كمان انشأ مسجد اسمه مسجد قبة الصخرة في فلسطين. معنى كده اقدر اقول عليه ان هو اهتم بالعمران. الله ينور عليك، فعلا هو لما بنى مسجد قبة الصخرة هو اهتم بالعمران داخل الدولة الإسلامية. وهو كده يكون شبه مين بقى؟ شبه معاوية ابن أبي سفيان، لأن معاوية ابن سفيان بنى إيه؟ تقول لي بنى مدينة القيروان. طب يا تيمو، هي مدينة القيروان دي فين؟ يا مستر في تونس. أنا عارف على فكرة، أنا شاطر. طبعا شاطر، وانا واثق فيك وفي كل زمايلك. الله ينور عليك يا تيمو، انت وكل زمايلك. كمان عبد الملك بن مروان كمل الفتوحات الاسلاميه وحارب اكتر في شمال افريقيا وفي اسيا الصغرى عشان ينشر كلمه الاسلام. وبكده نكون قلنا كمان الخليفه الثاني اللي هو عبد الملك بن مروان. طب ممكن يا مستر تقوله لي في جمل سهله عشان ااكد والمعلومه تثبت في دماغي؟ يلا بينا وبسهوله خالص. عبد الملك بن مروان بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه المؤسس الثاني. طب لو سألتك بما تفسر يطلق عليه المؤسس الثاني ليه؟ تقول لي لأنه قضى على الفتن والثورات وأعاد الاستقرار للدولة الإسلامية. طب مين هو المؤسس الأول؟ تقول لي معاوية ابن أبي سفيان. يبقى أنا دلوقتي عندي مؤسس أول اللي هو معاوية ابن أبي سفيان، ومؤسس تاني اللي هو عبد الملك بن مروان. كمان عرب الدواوين، وكلمة عرب الدواوين معناها انه خلى الدواوين تتكلم وتكتب باللغة العربية. وكمان عمل مكان لسك العملة الإسلامية، يعني تبقى في عملة بيتكتب عليها بالعربي ومكتوب عليها اسم الخليفة، يبقى دي معناها سك العملة الإسلامية، معناها عمل العملة الإسلامية. كمان أنشأ مسجد اسمه مسجد قبة الصخرة، وده موجود في فلسطين. يبقى كده هو اهتم بالعمران زي معاوية بن أبي سفيان لما بنى مدينة القيروان في تونس. كمان اهتم بالفتوحات الإسلامية وحارب ونشر الإسلام في شمال إفريقيا وفي آسيا الصغرى. أنا يا مستر عجبتني الطريقة دي في الشرح، ممكن تكمل بيها المنهج معانا؟ طب يلا قول لزمايلك لو الطريقة دي عجبتهم يكتبوا لنا في كومنتات على الفيسبوك إن الطريقة دي عجبتهم، ونكمل إن شاء الله شرح المنهج بتاع الترم التاني كله. صحابي ما تنسوش تحلوا الواجب وتقولوا للمستر إن الطريقة دي عجبتكم. أشوفكم مع المستر الحصة الجاية. سلام.